السلام عليكم، أتمنى تكونوا بأفضل الأحوال. اليوم جبت لكم واحد الوصفة سهلة وبسيطة، دجاج مقرمش أو دجاج الكنتاكي في البيت بطريقة سهلة وجد بسيطة. نشوف المكونات اللي غنحتاجو. أنا استعملت فقط الفخوذة ديال الدجاج. ممكن تستعملوا أي قطع ديال الدجاج مفضلة عندكم، ممكن الصدورة أو أي جزء من الدجاجة. بعد ما كنضفهم ونقدهم في الخل والملحة ونغسلهم جيدا، كنصفيهم على جنب. اول شيء غنوضعوا واحد الكوب ديال الياغورت طبيعي، وغنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال الموطارد، وغنحتاجو كذلك معلقه ديال الخل الابيض، وعصير تاع نص ليمونه. كل هذه المكونات كتحيد داك الزفره ديال الدجاج. كذلك بالنسبه للتوابل، غنحتاجو عندي هنا الزعتر، الملحه، فلفل احمر، زنجبيل، عندي الكمون، وعندي الثوم بودر، وعندي قزبر يابس. كذلك ممكن تضيفوا الحار او البابريكا. بعد ما حطينا داك المكونات كنخلطوهم جيدا، وغنجيب واحد الموس وغنشقو هاد الدجاج باش يشرب التتبيله. كنشقو من الداخل جيدا كما شفتوا. من بعد غنوضعو في التتبيله ديالنا وغنخلطوه جيدا، يعني كنغطسوه مزيان في داك التتبيله ديالو، داك الماريناد، باش يشرب مزيان في كل النواحي ديالو. وغنكملوا جميع القطع ديال الدجاج المتوفره عندنا بنفس الطريقه. من بعد ما كنساليو القطع كامله المتوفره عندنا، اهم حاجه غنوضعوه ليله كامله في الثلاجه، او اقل حاجه ساعتين. يعني انا كنفضل دائما كنخليه ليله كامله في الثلاجه. طبعا كنغطيوه بالكيس الغذائي ونوضعوه في الثلاجه. من بعد ما كيبات ليله كامله، غنجيبوا الخلطه اللي غنوضعوها. عندنا الطحين، وكنضيف 3 ديال المعالق ديال مايزينا او نشا غذائي. هذا هو الخليط. داك النشا ضروري مهم، لانه باش كيساعد في القرمشه ديال الدجاج. وكنضيفوا نفس التوابل اللي ضفناهم في المره السابقه، اللي هي ممكن نعيدها معكم: زعتر، كمون، ثوم بودر، عندي الابزار، فلفل احمر، كمون، وسكنجبير، وملحه. من بعد ما كنوضعو كنغطيو داك هاد العلبه وكنخلطو جيدا باش داك كلشي، داك العناصر كلها تخلط. انا من بعد ما حركتها واهم حاجه، هاد الخطوه هذه ضروريه لنا. كنجيبوا ماء مثلج او كنكونوا موضعين فيه قطع ديال الثلج، هذه ضروري. هاد الخطوه يعني مهمه جدا، هي اللي كتساعد كذلك في القرمشه ديال الدجاج. من بعد طلعنا داك الدجاج جبدناه من الثلاجه، هو جاهز. غنقوموا بالوضع ديالو في الخليط ديال الدقيق والنشا. كنخلطوه جيدا. من بعد غنوضعوه في الخليط ديال الماء حتى كنغطيوه كامل في الماء. ما كياخدش وقت كتير، يعني فقط ثواني كتكون. ونرجعوا نوضعوه في الخليط ديال الدقيق والنشا. وغنكرروا هاد الطريقه هذه يعني مرتين. من بعد ما كنوضعوه في النشا كنوضعوه كذلك في الماء، واخر مرحله كنوضعوه في النشا. وكنكونوا مجهزين الزيت، يعني مباشره كنقليه في الزيت يكون غزير ساخن. بعد ما كنوضعوا القطع كنخليوه على نار متوسطه،
طبعا كنقلبوه على الجهتين حتى كيجهز كامل. وهاد الدجاج ديالنا من بعد ما قليناه جاهز وكيجي مقرمش ولذيذ كذلك. داك التتبيله كتخليه من الداخل هش وطري. نتمنى يعجبكم وتجربوه كذلك. اجمل حاجه انه يعني في البيت وكيكون الزيت ديالنا نظيف، يعني عارفه المكونات اللي استخدمناها. ممكن تستعملوا اي قطعه ديال الدجاج مفضله عندكم، وفعلا كيجي طعمه جميل جميل، يعني نفس الطعم ديال الكنتاكي ديال الشارع. وطبعا بما ان حنا جهزنا القطع ديال الدجاج مقرمش، عندنا السلطه واللي كتكون دائما مرافقه وكتجي جميله وسهله وبسيطه، اللي هي الكولسلو. هاد السلطه سهله وبسيطه وكتجي لذيذه وكتصلح كذلك في الصيف. مكوناتها عباره عندي هنايا على الكرنب، وعندي هنا الجزر، وعندي هنايا الفص ديال الثوم. طبعا الكرنب ممكن تبشروه او تقطعوا قطع صغيره كما انا قطعته. وعندي هنايا الجزر. بالنسبه للخلطه ديال التتبيله، واحد العلبه ديال دانون او الياغورت الطبيعي، عندي معلقه ديال المايونيز، وعندي معلقه ديال الزيت، ومعلقه ديال الخل الابيض، وعندي هنايا الثوم بودر، ومعلقه ديال السكر، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الزنجبيل بودر. من بعد ما كنخلطوا داك الصوص كامله، كنوضعوا فيها هاد الخليط ديال الخضره. كنخليوها شي 2 سوايع، يعني مده كل ما بقات بزاف في داك الصوص كتشربها، وكذلك حتى الكرنب كيولي طري وكيجي لذيذ. انا كنوضعها في الثلاجه، يعني اقل حاجه مده 2 سوايع. كل ما كتبقى في التتبيله كتبقى احسن. كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم. هذه الوصفه سهله ومناسبه كذلك للصيف. كنتمنى كذلك تجربوها، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجيوه. نهاركم سعيد، وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم.